السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدأ الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده هنزين تورتاية مقاس 28. طبعا انا كنت عاملة فيديو قبل كده ليها بالمقادير وكل حاجة يعني والتفاصيل وكل حاجة. خلاص قلت بقى ايه النهارده كده هنعمل فيديو كده بسيط نزينها كده مع بعض ايه عشان لو محدش بقى اتدخل عندي في الفيديو الاولاني هيشوفها ايه فهيشوف تزيينها في الفيديو دوت. خلاص طبعا دي التورتايه دي مقاس 28. طبعا اخدت مقادير ايه التورتايه اخدت معايا 400 جرام دقيق اسبونج على 4 بيضات على تلت كوبايه ميه. انا مش بحط لا محسن ولا اي حاجه ولا بحط فانيليا، هو دقيق الاسبونج بيبقى فيه كل حاجه. يعني ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. دي تورتايه 400 جرام دقيق على 4 بيضات على تلت كوبايه ميه في صينيه ايه مقاس 28. جميله جدا وارتفاعها كان حلو. وزي ما انتوا شايفين طبعا ايه شلت وشها. وهنقطعها كده على ايه 3 طبقات. بصوا جمال التورته جميله جدا جدا. طبعًا إيه هنمسح حوالينا كده من الإيه الرايش بتاع التورتة. شايفين ارتفاعها جميل وحلوة وتحفة يعني بصراحة. لو أنتم عايزين يعني تشوفوا الطريقة راجعوا الفيديو وأنتم هتلاقوه يعني على القناة. جبت طبق كده، طبعًا الطبق لازم تجيبيه مقاس 30. خلاص يبقى لازم إيه الطبق يكون أكبر من التورتاية عشان تعرفي تزينيها كويس وتعرفي إيه يعني تحزمي التورتة كده وتبقى حلوة يعني على الطبق. حطيت كده ايه حبة كريمة كده في الطبق، وحطيت اول طبقة كده من التورتة عشان طبعا ايه لازم تحطي حبة كريمة كده ايه على الطبق وتحطي تلاقي التورتاية عشان التورتاية ما تروحش وتيجي معاكي يعني. حطيت اول طبقايه كده من التورته وايه وسقيتها كده من الشربات الخفيف. الشربات الخفيف ده يوم كريم لو انت يعني عايز تعملي اول باول. يعني كل ما تيجي تعملي تورتايه تعملي عشان ما يقعدش معاكي في التلاجة ويحمض منك يعني. هتحطي لو انت يعني عايزه تعملي مقدار كتير حطي نص كوبايه سكر على كوبايه ميه. 5 دقايق او يعني ما تكتريش عن 5 دقايق وتشيك كده من على النار. حطيت كده إيه طبقة من الكريمة. طبعًا الكريمة كلنا يا ستات البيوت بنعرف نعملها. طبعًا أنا باستعمل الكريمة الغالية، الكريمة الخام الغالية مش الرخيصة عشان تديكِ قوام حلو وما تبقاش سايلة منِّك. مهما تضربي فيها بالمضرب هتبقى سايلة معاكِ. فأنتِ هتجيبي الكريمة الخام الغالية. هي طبعًا الكيلو بتاعتها الكيلو عاملة 340 جنيه. فأنتِ يعني براحتك، أنتِ عايزة تجيبي ربع كيلو، عايزة تجيبي نُص، عايزة تجيبي ب50 ب60 ب70 يعني براحتك خالص. التورتاية دي أخدت معايا كوباية كريمة. خلاص كوباية كريمة عليهم كوبايتين مَيّة طبعًا عشان الجو ساقعة وهتبقى مضبوطة معاكِ وحلوة يعني. طبعًا كل ما تحطّي طبقة كريمة طبعًا أنا كان عندي إيه حبّة صوص فراولة وصوص مانجا. فإيه حبيت كده إيه أدلّعها شوية بقى كده من جوّه، وحطيت لها بقى إيه حبّة صوص كده على الكريمة، وحطّي بقى الطبقات وزي ما أنتم شايفين يعني. خلاص أهو كده طبعًا هنجيب بقى الكريمة وهنغلّفها كلّها كده بالكريمة. الجوانب الأول براحتك، أنتِ عايزة تحطّي من فوق وبعد كده الجوانب براحتك أنتِ. طبعًا المعلقة السيليكون ديّة بصراحة بتنجز معايا حلو جدًا ويعني أنا ما عنديش السكرافر السكينة الصغيرة اللي إيه بنشيل بيها الكريمة أنا ما عنديش بصراحة. أنا عندي الطرنش الكبير السكينة الكبيرة وما عنديش السكينة الصغيرة. بس المعلقة السيليكون ديّة جميلة جدًا في التورتاية يعني اللي باشيل بيها الكريمة كده وبتبقى حلوة وجميلة يعني. هاغلِّف التورتاية كده زي ما أنتم شايفين كلّها كده أسويها. طبعًا إيه بعد ما هنخلّصها كده هاجيب السكرافر المشرشر. أي سكرافر عندِك أو ما عندكيش السكرافر هاتي مسطرة. مسطرة تكون نضيفة اغسليها كويس جدًا وسوي بيها الكريمة. لو أنتِ عايزة كمان لو أنتِ ما عندكيش السكرافر المشرشر دوّة أنا هاقول لِك تعملي إيه. الأول هتسويها بالمسطرة وبعد كده هتجيبي الشوكة وهتمشّي عليها يعني إيه وأنتِ بتلفّي التورتة مشّي الشوكة معاكِ هتدّيكِ الشكل اللي أنتم بتشوفوه دلوقتي. لو أنتِ إيه ما عندكيش السكرافر. لو أنتِ عندِك السكرافر خلاص
طبعًا أنا باعمل بالسكرافر كده، ولو الاقي التورتة باينة معايا أو ظاهرة معايا، باحط كريمة كده وأساوي برضه. خلاص، وجبت كمان السكرافر المتساوي دوّة، وهاساوي التورتاية كده من فوق، وجبت برضه المسطرة. بصراحة المسطرة دي جميلة جدًا، جدًا، المسطرة البيضا الناشفة بتاعة زمان، دي أنا مخلياها عندي في المطبخ للتورت والحاجات دي، بتساوي معايا التورتاية جميلة جدًا، وحلوة خالص يعني بصراحة. شايفين ما شاء الله ارتفاع التورته جميل جدا. جبت بقى الكريمه كده، وجبت اللون الماجيك الاصفر. طبعا ده بيتباع في في محلات مستلزمات الحلواني. اي لون انت عايزاه هتلاقيه موجود. حطيت نقطه كده على الكريمه عشان انا عايزه اكسر اللون الابيض حب. جبت السكينه الكبيره كده وقسمت التورتيه، يعني عملت علامه كده، عشان عايزه اخلي التورتيه نصين بيبقوا متساويين يعني. عشان هعمل الوردات او الروزيتات اللي انتوا شايفينها دي. يعني شايفين اللون الاصفر، يعني مش ظاهر معايا في الكريمة، يعني انا عايزة بس لون كده، لون بسيط خالص فيها. عشان نخلي اللون الابيض، يعني نكسر اللون الابيض حبة كده. طبعا انا ما خليتش اللون الاصفر كتير، ليه؟ عشان انا هعمل صوص مانجا، وصوص المانجا ده طبعا بيبقى اصفر، فمش عايزة يبقى كله اصفر يعني. جبت كده الجيلو المانجا او صوص المانجا، زي ما انتوا شايفين، وحطيته كده في الجنب دوت، وهسويه كده بالمعلقة. خلاص اهو كده. وهجيب برضو الصوص طبعا هعمل الجنب التاني صوص الكراميل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا صوص الكراميل دوت تقيل حبة، فهينزل معايا بصعوبة شوية، يعني مش زي صوص المانجا كده بينزل معايا بسهولة. لا دوت هينزل معايا تقيل حبة كده. بس حلو برضو جميل يعني، وبصراحة كان شكلها حلو جدا جدا. ده كان اوردر طبعا. كان كمان سعرها حلو جدا، على على حجمها دوت ومقاسها دوت. طبعا انا عندي هنا في بلدي، انا طبعا بعملها كده باسعار حنينة وحلوة كمان. شايفين، يعني بقول لكم يعني صوص الكراميل تقيل حبة كده، فمش عامل لي الدربات اللي على داير التورته، مش عاملها كويس يعني. هعمل كده نجوم كده حوالين كده الوردات اللي انا عاملاها او الروزيتات اللي انا عاملاها. هعمل كده نجوم كده بين الوردات اللي انا عاملاها او الروزيتات اللي انا عاملاها. هجيب كده الكريسبي النبيتي او الاحمر اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحة ده بيخلي لون التورته كده، او بيدي شكل للتورته جميل جدا. طبعا جبت الشوكولاته ديت. طبعا لو انتوا عايزين انا عملتها ازاي، راجعوا الفيديو اللي على القناه وانتوا هتشوفوا انا عملتها ازاي. الشوكولاته ديت او اللي انا عاملاها ديت، يعني الدواير اللي انا عاملاها ديت. خلاص، بصوا يعني دي بتدي شكل جميل جدا جدا للتورته. وبتبقى حلوه بصراحه وجميله، بتدي شكل حلو جدا يعني. وبتكسر كده اللون اللي انت عاملاه، سواء مانجا، فراولة، شوكولاتة. لو انت كمان هتحطيه على الشوكولاتة بتبقى حلوة كمان، وتدي كده شكل حلو وجميل يعني. اهو كده بصوا. طبعا الشوكولاتة دي تبقى رقيقة، يعني على قد ما تقدري بالراحة كده، وهتحطيها كده على التورتاية. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب كريسبي كده الفضي او الابيض، واحط كده على على صوص الكراميل كده، عشان يدي شكل حلو كده، وتبقى جميلة يعني. خلاص. وهجيب كمان كريسبي كده الموف دوت اللي انتوا شايفينه، وبرضو هحط كده على الجنب دوت 3 كريسبيات كده، عشان برضو يكسروا اللون حبة وتبقى شكلها حلو كده. هجيب بقى القمع الصغير بتاع الكريمة، النجمة الصغيرة خالص. طبعا عشان الطبق التورتاية كبيرة، والطبق يعني انا جايباه كبير مقاس 30، والتورتاية يعني كبيرة كمان. يعني جبت القمع بتاع الكريمة الصغير النجمة وهحزم التورتاية بيه كده زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا بصراحة التورتاية على قد الطبق بالظبط، يعني ما شاء الله عليها. كانت كبيرة وكانت حلوة جدا جدا، وارتفاعها جميل كمان. هجيب كده كريسبي الاصفر كده، واحط على النجوم اللي انا عاملاها كريسبية صفرة كده، عشان تبقى حلوة كده وشكلها يبقى جميل معايا يعني. ودي كانت التورتاية اللي انا زوقتها او زينتها جميلة جدا جدا.
وده كان الفينش الأخير أو الفينش عامةً بتاع التورتاية مقاس 28 جميلة جدًا، وحلوة وسعرها جميل جدًا، يعني في ظل الأسعار الغالية اللي إحنا فيها، أنا باطلّعها سعرها حنيّن خالص يعني وحلوة عن الناس اللي برّه أو المحلات بصراحة، يعني دي أنا مطلّعاها ب280 جميلة جدًا وحجمها حلو وارتفاعها حلو جدًا. أتمنى كده لايك للفيديو أو للتورتاية الجميلة ديّة، وشير للقناة لأعمال إيديّا مع أم كريم، باحبكم في الله وما تنسيش اللايك من إيدِك الجميلة فضلًا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.